طبعا انت وحسام حسن فرحان، يعني انت تقريبا انت الوحيد اللي فرحان بالفوز النهارده على السعوديه 4-0. انا معلش، انا اسف، انا مش هتخدع في النتيجه دي زي ناس كتير ممكن تتخدع يقول لك احنا بقينا جامدين قوي، احنا مفيش مننا اتنين. المنتخب اللي احنا شفناه النهارده دوت مش المنتخب السعوديه اللي انتوا عارفينه، عشان بس ما تروحوش في حته يعني حسام حسن ياخدكوا فيها، هو عايزها بدماغه. ولكن في يعني حاجات كويسه حصلت، يعني اهداف اكتر من الاربعه، اللي هي رجوع محمد عبد المنعم لقلب الدفاع، ورقه مهمه جدا جدا جدا. عندك كمان هيثم حسن، ده يعني انا شايفه مصطفى فتحي التاني، بس يعني انا حاسس او يعني ايه، مصطفى فتحي احرف سنه واسرع سنه، بس نفس الستايل، نفس نوعيه الجسم، نفس المهاره، اشول زيه. على الاقل يا سيدي بيعدي 1-على-1، وكمان ممكن خد فاول على حدود 18 كان 1-على-2. في ناس بتشوف 1-على-1 او 2-على-1 جايين عليه، يقوم جاي عاطي ظهره للملعب او ظهره يعني وشه جوه الملعب، باصي لزميلي اللي طالع من تحت وسكتم بكتم. لسه هيقول لي بقى انت اصل انت مش حريف، ممكن تطلب مني اغلط، يقول انت اصل انت مش كويس. هيخليني في مضمون، ادي ظهري للدكه ووشي للملعب جوه، اباصي السهل، ابقى لعيب سهل، ابقى لعيب عادي واخد 100 مليون. يا اما لو اتفتحت لي الزاويه عرضيه من وانا واقف مكاني، بس الوحيده اللي بعرف، الحاجه الوحيده اللي انا متقن فيها وبعرف اعملها، مش هجود بقى. فعلى الاقل هيثم حسن عنده الجرأة وعنده المهارة ان هو يعدي 1-على-1، ان هو يروح 1-على-1 وهكذا. ف مكسب كويس، ورقة كويسة، امتداد لصلاح وتكملة لمصطفى فتحي. عبد المنعم رجوعه مهم بشكل كبير او نوعا ما. هنشوف بقى المستوى الحقيقي، او يعني اللي بيقدمه حسام حسن، او مستوى حقيقي هنشوفه فعلا في ماتش اسبانيا اللي جاي. دولت ما بيهزروش بقى، لا في ودي ولا في رسمي. فهنشوف هيحصل فينا ايه، هنشوف هنروح لفين، هنعرف بقى مستوى حقيقي لمنتخب مصر في الماتش ده. ده الاختبار الحقيقي قبل الرسميات بتاعه كاس العالم في امريكا. اتمنى ان احنا نعمل حاجه قدام، يعني انا بالنسبه لي المكسب قدام اسبانيا نخسر 2-0 بس او 1-0 بس، 2-1 ده المكسب. انا كده اطمن ان منتخب مصر كويس، مع ان انا مش شايفه، يعني مش شايف اي فنيات، بس يعني ماشي، خلينا نسيب انا رايي على جنب، اعمل كده على جنب، مالكش دعوه. اتمنى بس نخسر 1-0 بس او 2-1 بس، ده انا ساعتها هطمن ان احنا يعني واقفين على رجلينا، ممكن نعمل حاجه في كاس العالم. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي بعد منتخب اسبانيا، بعد ماتش مصر ومنتخب اسبانيا، ونتكلم عليه ان شاء الله برضه. السلام عليكم.